معانا النهارده 4 اصوات جديده اتقانك ليهم صدقني هتخليك تبان امريكي قدام اي حد. اهلا بيك في الدرس الخامس من كورس كسر حاجز النطق، الكورس اللي بيوصلك للطلاقه في اللهجه الامريكيه وانت قاعد في البيت. لو انت لسه جديد الافضل ليك ان انت تتفرج على ال4 حلقات اللي فاتوا عشان ما تحسش ان الدنيا صعبه دلوقتي. ده الدرس الخامس فالافضل ان انت تشوف ال4 دروس اللي فاتوا. ولو انت عايز تحصل على الكتاب الخاص بالكورس اللي فيه الشرح والتمارين والواجبات وكل الحاجات دي، وكمان بنضيفك في جروب الواتساب الخاص بالكورس اللي بنحل فيه كل التمارين واللي بنجاوب فيه على كل الاسئله الخاصه بيكم. هتلاقي كل التفاصيل دي موجوده عندك في الوصف، تقدر تبص عليها او ان انت كمان تتواصل معانا على الرقم الشخصي للواتساب. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الدروس اللي جايه اول ما تنزل، وكمان شير الفيديو ده لكل الناس اللي مهتمه باللغه الانجليزيه، فصدقني دي صدقه هتيجي في ميزان حسناتك. وعشان ما اطولش عليك انا محمد اسامه، وكل اللي انا عايزه منك ان انت تكبر الشاشه او هات الكتاب بتاعك والدفتر بتاعك ويلا نبدا. يلا نبدا في الدرس الخامس. اول صوت معانا النهارده هو صوت ماخوذ من صوت كنا اتكلمنا عنه قبل كده. فاكر الصوت ده؟ الصوت ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا ان هو بيتقال زي مثلا كلمه هار، كاب، توب وهكذا. وقلنا ان في صوتين بيطلعوا صوت حرف الاي وصوت حرف الاو. عشان ما نضيعش فيه وقت تقدر تشوف الحلقات الجديده لو انت لسه جديد. الصوت ده بقى الصوت القصير منه هو طبعا صوت فاو، فبدل ما بنقول فبنقول صوت سريع كده عامل زي المطب، بيبقى سريع كده وطبعا بيبقى فيه زنه في الاحبال الصوتيه زي ما انت شايف. اللي احنا عرفناه لحد دلوقتي ان الصوت ده بيبقى سريع كده فبنقول عليه عامل زي المطب جاي من الصوت اللي فات. طيب ايه الحروف اللي ممكن تخرج الصوت ده؟ اكبر حرف بيخرج الصوت ده هو حرف اليو، فبنقول زي كلمه sun. والرمز ده بيبقى عامل زي رقم 8 كده لتحت، فبنقول يبقى sun fun cup bus. طيب الحرف الثاني اللي بيطلع الصوت ده هو حرف الاو. وقلنا قبل كده ان مش شرط حرف واحد يطلع صوت واحد، ممكن حرف واحد يطلع اصوات كتيره جدا، وطبعا منهم حرف الاي او الاو. فحرف الاو هنا بيعمل صوت في كلمات زي كلمه come، love، done، once. الحرف الثالث اللي ممكن يطلع لنا الصوت ده هو حرف الاو يو مع بعض، فبنقول مثلا touch. ما تنساش ان السي اتش هنا بتتنطق بيبقى كنا اتكلمنا عن الرمز ده قبل كده. touch، enough، enough. خدنا برضو صوت الاي وخدنا صوت دلوقتي. enough، country، country. تعالى ناخد بعض الجمل. اول جمله موجود رموز واحنا عايزين نقول الجمله. The sun is up. The sun is up. مش محتاج اقول لك قد ايه ان انت المفروض تكرر ورايا، انت المفروض حفظتني دايما كرر ورايا كل كلمه وكل جمله. تاني جمله come and have fun. come and have fun. الجمله الثالثه I love summer but hate the heat. I love summer but hate the heat. اتكلمنا عن ال A واتكلمنا عن ال E قبل كده. رقم 4 My brother runs under the sun. لو انت بتعرف تقرأ الأصوات دي من الرموز فدي حاجة ممتازة جدا. My brother runs under the sun. إن احنا خدنا كل الرموز دي في الحلقات اللي فاتت. أنا بعد كده tongue twister. Sunny Sunday funny bunny runs up. محتاج تكررها كذا مرة. Sunny Sunday funny bunny runs up. تعالى بعدها ناخد بعض الكلمات على الصوت ده. shut. كرر ورايا. shut. one. trust. cup. money. much. some. such. معانا بعد كده المقارنة ما بين ال وال الصوتين اللي هم قريبين من بعض، فدي بنقول عليها cut. سريعة كده، إنما دي caught. ملاحظ الفرق فاوعى تتلخبط ما بينهم. lock. done. sun. hot. آخر حاجة معانا في الصوت ده هما كلمتين بيكونوا قريبين من بعض في النطق، زي كلمة run far. run فيها الصوت ده وfar فيها الصوت اللي فات. run far. sun car. come on.
الصوت الثاني اللي معانا النهارده هو صوت برضو vowel متحرك، بس خلي بالك ان هو short، وطالما short يعني سريع. الصوت ده بالظبط بيتعمل كده أو أو أو. فبنقول الكلمة دي put put. عشان تجيب الصوت ده صح هتخلي الشفايف عندك في وضع بيضاوي، وهنسحب اللسان لورا زي الشكل اللي قدامك ده، فبنقول أو. طيب بعد كده ايه الحروف اللي ممكن تخرج لنا الصوت ده؟ عندك اشهر الحاجات اللي ممكن تخرج الصوت ده هو الاو او، وركز قوي في الاو او دي لان هي مرتبطه ومكمله معانا لحد الصوت الجاي. يبقى الصوت ده بيعمل ازاي؟ او سريع كده او، زي كلمه با او. قول ورايا با او بو. وخلي بالك ان الرمز بتاع الصوت ده بيبقى عامل زي حرف اليو وليه طرفين من فوق كده، فبنقول بو سريع كده. قلنا ده short vowel. book good cook foot book good cook foot. تاني حرف بيطلع الصوت ده هو حرف اليو، فبنقول نفس الفكرة اللي فاتت، فبنقول fall pull push. بعد كده بيبقى عندنا تركيبتين قليل قوي لما بنشوفهم بيطلعوا الصوت ده، ولكن موجود، زي كلمة could should wolf woman. وخلي بالك ان ده في البريتش اكسنت، انما في الامريكان اكسنت بنقول عليها women، وكنا اتكلمنا عليها قبل كده في صوت حرف ال A. تعالى بعد كده ناخد بعض الجمل، فبنقول he should put sugar in it. he should put sugar in it. the book is good to read. the book is good to read. the wolf stood in the wood. the wolf stood in the wood. she could cook good food fast. she could cook food fast. وخلي بالك من كلمة food، احنا ما قلناش food، هنعرف الصوت ده الصوت اللي جاي، يبقى احنا نركز ان دي cook good food fast. بعد كده عندنا tongue twister، ركز فيه قوي. good cooks could cook good food. ركز فيها تاني. good cooks could cook good food. هناخد بعض الكلمات على الصوت ده، زي كلمة look stood hood footstep cookie ball hook sugar. بعد كده عندنا تركيبة الكلمات اللي قريبة من الصوت، زي good book should cook wall foot. في حاجة جديدة هتنضم لينا في الكورس، وهي حاجة اسمها جمل حياتية. جمل احنا بنستخدمها كتير قوي في حياتنا اليومية مرتبطة بالصوت ده، زي مثلا عندنا أول جملة بتقول could you put sugar in tea. could you put sugar in tea. I should look for my book. I should look for my book. he would push the door open. he would push the door open. the wolf stood in the woods. آخر جملة she put her foot on the chair. she put her foot on the chair. الصوت ده بقى هو اللونج فاول بتاع الصوت اللي فات، وخلي بالك ان هو بترمز له بحرف اليو جنبه شرطتين، وممكن تلاقيه مكتوب بيبقى يو عادية بس من غير شرطتين. وقلنا قبل كده 100 مرة ان اي رمز بيكون جنبه الخطين دول او النقطتين دول اعرف ان هو long بيكون طويل. فالشفايف بتكون بشكل دائري، واللسان بيبقى موجود للخلف، بيبقى قريب من الصوت اللي فات ولكن طويل، فبدل ما بنقول فبنقول اوه. خلي بالك ان ده طويل لما قلنا food، فاكر؟ فتعالى بقى نشوف الحروف اللي ممكن تخرج الصوت ده. نفس الفكره الاو او، احنا قلنا ان الاو او بتطلع مع بعض صوت قصير اللي هو الاو، وهنا برضو بتطلع الصوت بقى الطويل زي اول كلمه اتكلمنا عنها food school do moon. بعد كده عندنا حرفين اليو اي، زي كلمة blue true rule. وبعد كده عندنا حرف اليو نفسه، فبنقول use June fruit. رقم 4 عندنا الاي دبليو، فبنقول new. خلي بالك انا اتكلمت عن الموضوع ده الحلقة اللي فاتت، احنا مش بنقول عليها new ولكن بنقول عليها new. خلي بالك new. عشان كده قلنا نركز مع الأصوات ما نركزش مع الحروف، لأن احنا لو هنركز مع الحروف هنقولها new إنما هي new. طبعا ده بالأمريكان أكسنت. قلنا نركز مع الأصوات لأن الكلمة اللي تحتها عكسها، هتقولي مثلا ما هي اللي فوق دي اتقرأت new
فنقول اللي تحت فو، لا اللي تحت بتتنطق فيو. الرمز ده هنتكلم عنه بعد كده، اللي هو عامل زي حرف الجاي كده، هنتكلم عنه في الحلقات اللي جايه، ولكن الكلمه دي بتتنطق فيو. فيو اللي فوق نو، اللي تحت فيو. بعد كده عندنا كلمه نو. خلي بالك ان الكلمه دي اللي هي الماضي من كلمه نو، الماضي منه نو، عامل زي كلمه نو بالظبط. رقم 5 واخر حاجه بتطلع الصوت ده هو الاو او الاو يو، زي كلمه soup، do، who. بعد كده معانا some words، بعض الكلمات اللي بتطلع الصوت ده، زي كلمة to، shoot، lose، fool، dude، group، room، soon. بعض التركيبات: blue shoe، blue shoe، school rule، school rule، too cool، too cool. تعالى بقى ناخد بعض الجمل. The food is too good. خلي بالك the food is too good. June will rule the school. June will rule the school. He drank fruit juice today. He drank fruit juice today. آخر جملة. Do you know who came? Do you know who came? بعد كده معانا tongue twister. Two blue shoes look too new. ركز فيها وعدها كذا مرة. Two blue shoes look too new. بعد كده معانا بعض الجمل الحياتية. أول جملة بتقول Do you like blue shoes? Do you like blue shoes? تاني جملة Who rules this school today? Who rules this school today? تالت جملة I want to drink fruit juice. I want to drink fruit juice. June is too busy this week. June is too busy this week. The soup is too hot now. The soup is too hot now. تعالى بعد كده ندخل على تمرين فك الشفرة. وزي ما احنا متعودين في تمرين فك الشفرة بيبقى قدامنا شفرة وعايزين نترجمها للغة الإنجليزية أو لكلمات عادية. أول جملة هديكم 3 ثواني، ممكن توقف الفيديو طبعا أكتر وتكتب الإجابة. يلا. أول جملة The soup is too hot. The soup is too hot. تاني واحدة She could not finish his book. She could not finish his book. رقم 3 Come and look at this blue room. Come and look at this blue room. آخر صوت معانا النهاردة وهو الصوت ال 14. ملاحظين؟ والله الوقت جري، يعني ما شاء الله احنا بدأنا من الصوت رقم 1 لوصلنا للصوت رقم 14. فيعني حابب أهني كل الناس اللي مكملة للنقطة دي. صدقني ان انت لسه مكمل لحد دلوقتي، فده حاجة مش كتير اللي بيعملها، لازم تكون فخور بنفسك. الصوت ده هو vowel وكمان long، وخلي بالك ان هو عامل زي حرف ال O بالظبط. O O أكنك بتنطق حرف ال O في اللغة الإنجليزية، والرمز بتاعه زي ما انت شايفه كده عبارة عن حرف ال O وجنبه حرف ال U اللي طالع له شرطتين اللي كنا اتكلمنا عنها في الصوت اللي عامل زي ال O. فاكر؟ زي كلمة go go. طبعا أشهر حرف بيطلع الصوت ده هو حرف ال O، زي كلمة go no home home. الحرف التاني اللي بيطلع الصوت ده هو ال OW، زي كلمة show no own. بعد كده ال OA، وده تركيبة من الديفثونج، كنا اتكلمنا عن الديفثونج قبل كده، زي كلمة road boat coat. طبعا ركز من هنا road boat coat. بعد كده في تركيبتين مهمين جدا ولكن قليلين قوي لما بنشوفهم، هو ال OE وال OUGH، زي كلمة toe toe though though. خلي بالك شوف الكلمة دي كلها بتتقرأ ازاي. though اتكلم طبعا عن ال the قبل كده، وده حرف ال O ال OUGH though. وزي كلمة soul soul. بعد كده عندنا some words، بعض الكلمات على الصوت ده، زي كلمة alone ago all follow hello over most those. بعد كده بعض التراكيب زي go slow go slow no coat no coat snow road snow road. تعالى ناخد بعض الجمل على الصوت ده. He will go home tomorrow. He will go home tomorrow.
الجملة الثانية The boat is on the road. The boat is on the road. الجملة الثالثة Please show me your new coat. Please show me your new coat. آخر جملة They saw snow on the mountain. They saw snow on the mountain. بعد كده معانا ال tongue twister. Joe rode a slow boat in the snow. Joe rode a slow boat in the snow. بعد كده معانا جمل حياتية زي I will go to the store. She bought a new coat today. She bought a new coat today. They drove home after the show. They drove home after the show. The snow is falling on the road. The snow is falling on the road. آخر جملة He said no when Joe called. He said no when Joe called. آخر حاجة معانا هو تمرين فك الشفرة. خلي بالك إن دي آخر حاجة في درس النهاردة. معانا 3 جمل ومعانا 4 كلمات. عايزين نجيب الكلمات بتاعتهم سواء كانوا رموز عاوزين نحولهم لكلمات أو كلمات عايزين نحولهم لرموز. يلا كالعادة معاك 3 ثواني. يلا نبدأ. أول جملة The snow was so cold. The snow was so cold. تاني جملة They both drove to the store. They both drove to the store. رقم 3 الإجابة المفروض تكون The boat floated over the snow. The boat floated over the snow. بعد كده معانا 4 كلمات مفروض نحولهم لرموز. أول واحدة المفروض تكون stone. تاني كلمة open. تالت كلمة close. رابع كلمة hole. hole. أتمنى تكون كتبتهم عندك في الكتاب أو إن أنت كمان تكون كتبتهم في ورقة خارجية. وطبعا لو أنت حليت الأصوات دي كلها صح فصدقني أنت كده مبروك عليك، أنت أتقنت كل الأصوات اللي فاتت بشكل كبير جدا. آخر حاجة معانا الواجب وده طبعا خاص بالناس اللي معاها الكتاب وموجودة معانا في الجروب. فأول سؤال بيتكلم عن اكتشاف الغلط في الجمل وحاول تكتبها بطريقة صحيحة. معاك 3 جمل هتحاول تكتشف فيهم الغلط وتحاول تصححه وتكتبه على الجروب. بعد كده رقم 2 معانا بعض الكلمات والجمل عايزين نقراهم بصوت واضح جدا في الجروب عشان نختبر مدى إتقانك للصوتيات في الدرس ده. رقم 3 معانا بعض الكلمات وعاوزين نحولها لرموز صوتية، طبعا منهم حاجات بتاع درس النهارده وكمان هتلاقي طبعا منهم حاجات في الدروس اللي فاتت. رقم 4 هنختار بعض الكلمات اللي بتحتوي على الصوت المطلوب في الأصوات اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده. يعني مثلا أول واحدة فيها صوت ال أ، هل هي اللي بيطلع الصوت ده كلمة كاب، كوب، كوب؟ فهنحاول نكتبها طبعا على الجروب. مستني رايك في حلقه النهارده، ولو عندك اي اسئله او استفسار او في حاجه مش واضحه في الحلقه يا ريت برضو تكتبها لي في الكومنتس. ما تنساش ان انت لو عايز تحصل على الكتاب الخاص بالكورس اللي فيه التمارين والشرح وكل التفاصيل الخاصه بالكورس هتلاقي الرابط موجود عندك في الوصف تقدر تحصل على الكتاب. ولو وصلت لحد هنا فصدقني انت من الناس المميزه جدا، وده بيدل ان انت شخص عاوز تتعلم اللغه الانجليزيه ومقدر كل كلمه بتتقال عشان تطورك في اللغه الانجليزيه. ما تنساش بقى ان انت تعمل لايك، ولو انت لسه جديد ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل الدروس اللي جايه. صدقني الدعم بتاعك ده بيفرق معايا جدا. يلا اسيبك تذاكر وتحل الواجب، ولو عندك اي اسئله ما تنساش تكتبها لي في الكومنتس. اشوفك على خير.